السلام عليكم. في الفيديو ده هنعمل بسكويت العيد بطريقة سهلة وبسيطة، هقولك على مقادير تطلعهولك أحلى من الجاهز كمان، وهقولك ازاي يفضل محتفظ بشكله كده خفيف ومقرمش وفي نفس الوقت ناعم وطعمه بجد تحفة، وبيفضل محتفظ بقرمشته لحد آخر واحدة فيه. يلا على طول نبتدي الوصفة، بس قبل ما نبتدي لو لسه مشتركتيش في القناة ياريت تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك جميع الفيديوهات الجديدة. اول حاجه انا جبت كوبايه من الزبده الصفراء وانا مخرجاها من التلاجة، كنت حطاها في التلاجة مش في الفريزر علشان اقدر اضربها من المضرب بسهوله. وانا هنا استخدمت نوع زبده طبيعي معروف في السوق حلو قوي، بس لو عايزه تستخدمي نيوزيلندي او اي نوع زبده انت بتفضليه مفيش مشكله، بس المهم يبقى طعمه كويس. بس يعني الطبيعيه بتكون افضل علشان صحتنا كمان مش بس للطعم. ضربتها الاول بالمضرب، بعدين نزلت عليها كوبايه الا ربع من السكر البودر. ضفت كمان بيضتين بس مش اكتر من كده علشان ما ينشفش البسكويت، وطبعا عليهم كيسين فانيليا، و3 معالق كبار من اللبن البودر. هاخد بقى الحاجات دي كلها وهضربها بالمضرب الكهربائي كويس اوي. اخر حاجة هنحطها هنا قبل ما نحضر المكونات الجافة هضيف معلقتين كبار من الزيت، ودول هيفرقوا معايا في قرمشة البسكويت وكمان في نعومة العجينة وانا بقطعها. خلطت الحاجات دي مع بعض وبعدين هبتدي اجهز المكونات الجافة. استخدمت هنا 3 كوبايات من دقيق الفاخر متعدد الاغراض، وحطيت عليهم ربع معلقة ملح صغيرة، وضفت كمان معلقة كبيرة من النشا. الكمية البسيطة من النشا والزيت اللي احنا حطيناهم هيدي البسكويت قرمشة من غير ما يخليه ناشف بزيادة. وهضيف نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وما تكتريش عن كده علشان شكل البسكويت يفضل زي ما هو ما يتغيرش. البيكنج باودر الكتير بتخليه ينفش بزيادة وشكله يبقى مش حلو خالص. انا مش بحب احط له نشادر، هو بيبقى كده احلى بكتير. هقلب الحاجات دي مع بعض كويس، وبعدين هنزل عليهم الخليط اللي احنا جهزناه. وسريعا كده هقولك كل المقادير اللي احنا احتاجناها في الوصفة دي: 3 كوبايات من الدقيق الفاخر متعدد الاغراض، وربع معلقة ملح صغيرة، ومعلقة كبيرة من النشا، ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، كوباية زبدة ومعلقتين كبار من الزيت، بيضتين وكيسين فانيليا، وكوباية الا ربع من السكر الباودر، و3 معالق كبار من اللبن الباودر. ودلوقتي انا بخلط المكونات مع بعض كويس، مجرد ما بتختلط خلاص مش بعجن فيها كتير. بالنسبة بقى لقمع البسكويت فانا دورت في اكتر من مكان ملقتش غير النوع اللي انت شايفاه قدامك ده، وده للاسف الفتحة بتاعته ضيقة قوي، يمكن مش باينة قوي في الصورة لكن هي في الحقيقة ضيقة جدا. القمع ده هيخلي البسكويت رفيع بزيادة، يعني هيخليه بيتكسر اصلا مش هتعرفي تمسكيه، وكمان هيخلي العجينة تنزل بصعوبة من القمع. فتمام، هنعمله دلوقتي بقمع البيتي فور العادي. هتحتاجي بس هنا تقربي ايدك من الصينية كويس علشان يطلع رفيع مش سميك. بعد ما بنزل جزء منه بالطول كده بلف ايدي علشان اعمل شكل الوردة اللي تحت ده. العجينة زي ما انت شايفة طرية وسهلة جدا في التقطيع، وانت بتقطعي البسكويت خلي باقي عجينة البسكويت متغطية علشان ما تنشفش. ولو العجينة ابتدت تسيح منك، لو كان المكان اللي انت فيه سخن شوية ولا حاجة، تقدري تحطيها في التلاجة وبعدين تخرجيها تكملي تشكيل. في الوقت ده بكون مشغلة الفرن على درجة حرارة 170. مجرد ما بخلص جزء من العجين بدخله الفرن، وخلي بالك ما بياخدش وقت كتير في الفرن، مجرد ما بتلاقي الاطراف بتاعته بقت لونها ذهبي كده تطفي الفرن وتشغلي الشواية ثواني كده ياخد لون ذهبي من فوق وخلاص خرجي. اول ما تخرجيه من الفرن ما تقربيش منه خالص علشان ما يتكسرش، وبعد كده سيبيه يبرد خالص، وبعدين حطيه في علبة محكمة الغلق واقفلي عليه كويس، وهيفضل مقرمش معاكي لحد اخر وقت. بس طبعا علشان ده بالزبدة فالافضل ما تسيبيهوش برا التلاجة. بس كده عملنا احلى بسكويت بمنتهى البساطة وبمقادير مظبوطة جدا، وبجد طعمه تحفة، مقرمش وفي نفس الوقت ناعم ولذيذ جدا، وشكله زي ما انت شايفه يفتح النفس. اتمنى تجربي الوصفة وتقوليلي رأيك فيها، ولو عجبك الفيديو متنسيش الاشتراك في القناة علشان يوصلك جميع الفيديوهات الجديدة. وشكرا، السلام عليكم.